ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا وصفة جميلة قوي النهاردة. عملنا رز بصدور الفراخ والبسلة والجزر. الاكلة دي جميلة قوي، واحلى حاجة انها ما بتاخدش وقت. وبعدين هي اكلة من اكلات الحلة الواحدة، بتتعمل على طول عشان ما تقفيش في الساعة بقى ولا تستهلكي مواعين كتير، بتتعمل في حاجة واحدة. يلا تعالي معايا في الفيديو شوفي عملتها ازاي، وما تنسيش تشتركي في قناتي عشان يوصلك كل وصفاتي. معايا المقادير. معايا هنا صدور فراخ قطع انا عاملاها كده مكعبات، ومعايا هنا بسله وجزر انا مخرجاها من الفريزر. طيب لو انت هتعمليها صبحه لسه عاملاها، يستحسن تديها سلقه كده، عشان اللي احنا عارفين طبعا اللي هي بتبقى محطوطه في الفريزر بتبقى كانها مستويه نص سوا. ومعايا هنا كوبايه ونص رز بسمتي مغسول ومتصفي. ومعايا التوابل، شايفين الليمون الجميل ده؟ دي واحدة بقى ودي بنتها. ومعايا هنا واحدة عود قرفة وحبهان صحيح. انا بحب ورق اللورا بصراحة فبحط منه كتير، تقدري تحطي واحدتين براحتك. معايا كاري وكركم ورشة بالفلفل الابيض. طيب الفلفل الابيض ده هو الفلفل الاسود، بس بيشيلوا الطبقة اللي عليه عشان ما تغمقش معايا في الاكل. ومعايا هنا بصلة كبيرة مفرومة. يلا بينا بقى نعمل الوصفة سوا. جبت حله وحطيتها على البوتاجاز. بصوا بقى، انا هعمل حاجه ممكن انتوا تضيفوها وممكن لا. انا احط كده مكعبين زبده واحط معلقتين زيت. طيب ممكن تقدري تعمليه بزيت بسمنه براحتك، بس انا بصراحه بحب احط مكعب زبده كده، بيدي طعم جميل قوي في الوصفه عشان تشويح الفراخ. بعد ما الزبده ساحت هنزل بالبصله كده المفرومه واشوحها شويه. انا هدبلها بس يعني مش هحمرها. بعد ما البصله بتاعتي دبلت كده وبقت شفافه واصفرت معايا حاجه بسيطه زي ما انتم شايفين، هحط مكعبات الفراخ واديها تشويحه كده. بعد ما الفراخ بتاعتي بدات تدخل في السوا، بصوا عايزه اوريكم حاجه بسيطه خالص، نص معلقه صغيره من توابل الفراخ. خلاص بعد ما الفراخ بتاعتي قربت تستوي هنزل بباقي التوابل كده عشان تدينا اللون والريحه الحلوه، ودي اللي هتخلي لون الرز اصفر وحلو. ما نكترش، يعني هي المعلقه اللي انا وريتها لكم هي اللي انا معايره بيها عشان تدي اللون والطعم الجميل وما تغمقلناش الحاجه. وهنزل بالبسله والجزر بتوعي كده، وزي ما قلتلك لو انت هتعمليهم فريش في ساعتها مش حطاهم في الفريزر، يبقى احسن تديهم سلقه كده. بصوا بقى، عايزه اوريكم المنظر جميل والريحه كمان تحفه. هحط الرز البسمتي. طيب تقدري تعملي بالرز الابيض العادي، بس الرز البسمتي بيدي شكل حلو قوي وطعم كمان جميل، شكله حلو قوي في الحاجه. اهم حاجه بقى في الخطوه دي تشوحي كويس قوي الرز مع الخضار والفراخ ياخد تغليفه. بعد ما تغلفي الرز معايا كده الفراخ باينه والبسله والجزر وكل حاجه جميله، هنزل دلوقتي بالشوربه. طب انا عارفه مقدار الشوربه قد ايه، فانا ما بعيرش، يعني انا بعمل الرز وبضيف له الشوربه بالويم كده عارفه. طب اللي ما يعرفش، احنا عارفين ان كل كوبايه رز بسمتي تاخد كوبايتين شوربه او كوبايتين ميه. ما عندكيش شوربه عادي خالص، ميه سخنه اغليها. انا ما حطيتش ملح معاكم في الوصفه عشان الشوربه بتاعتي فيها الملح وفيها توابل كمان فراخ. انتي ظبطي بقى زي ما انتي عايزه. الشكل جميل بصراحه والريحه روعه، والشوربه بتاعتي كنت غلياها ومسخناها ومجهزاها. هتاخد غلوه وهقوم مغطيه عليه ومهديه خالص لحد ما يستوي ونغرفه مع بعض. هنشيل الغطا كده. بسم الله، الله على الجمال. الرز مفلفل ازاي؟ معلش هو عشان لسه سخن بس. وقطع الفراخ بقى بالجزر والبسله، الرز واحده من واحده وجميل ازاي.
هغرفه بقى واوريهولكم. عايزه اوريكي حاجه، انا جبت الفورمه بتاعت كيك وقمت حاطه فيها الرز بالجزر والبسله بتاعت جميل كده. تقدري تحطيه في اي فورمه تعجبك، بس دي بتدي شكل حلو قوي. وتقومي كبسها كده بالمعلقه. هنغرفها دلوقتي بسم الله. تقومي ايه بقى جايبه الطبق كده وهقلبها. ثواني هقلبها واوريها لك. وده الشكل النهائي بعد ما غرفتها معاكم. الله على الجمال. بصي كل التفاصيل والحاجات الحلوه. زينتها بقى بالورق اللورا اللي كان فيها وبالليمونه الجميله ديت وبعود القرفه. يلا جربيها بقى وقولي لي ايه رايك.